مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم البنات اللي كيعانيو في الشعر الابيض في وسط الراس نتاعهم، كيعانيو من شي حاجه سميتها الشيب. اليوم غادي نشارك معكم سر من اسرار هاد الصباغه اللي كدرك لنا الشيب وما ينوضش معانا نهائيا. غير جربوها وراكم غادي ترحموا ليا الوالدين، راها رائعه، كترد لنا الشعر اسود، كطول لنا الشعر وكترطبوا لنا، كيرجع لنا الشعر تقولي ديري له البروتين. راها رائعه يا البنات للشعريه، راها ضد الشيب. غادي ديريها جوج المرات ما غاديش ينوض معاك الشيب نهائيا، غادي يرجع عندك شعر اسود. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بواحد اللايك وابوني، تفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم معايا وصفات ام ريان. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا عندي الخرقوم او الكركم اللي مطحون على اليد طبيعي، وكيثبت لنا الصباغه وكيعطينا اللون وكيغطي لنا حتى الشيب، ما كيبقاش ينوض معانا نهائيا. عندي معلقه ديال القهوه اللي كتعطينا حتى هي اللون وكتدرج لنا الشيب. عندي هنايا السانوج او الحبه السوداء اللي كتدرج لنا الشيب وكتعطينا اللون الاسود في الشعر ديالنا. البنات اللي كينوض لهم الشيب او الشعر الابيض في وسط الراس تاعهم، غادي نطحن معكم هاد الحبه السوداء او هاد السانوج ونرجع معكم. ها هو من بعد ما طحنته رجع معايا بحال هكا هذاك السانوج. غادي نضيف منه معلقه كيعطيونا اللون رائع. غادي ندير نحرق معكم هاد المكونات ونرجع معكم. ها هو بداو كيتحرقوا معانا بحال هكا. كيتحرقوا معانا كيعطيونا اللون كتر وكتر. وعندي هنايا كاس ديال الماء غادي نبدا نضيف. خليهم يطيبوا مع هذا الماء مزيان حتى يطلقوا لنا اللون. ها هو من بعد ما طاب وحيدته من فوق البوطه، شوفوا اللوي اللي عطى معانا بحال هكا. غادي نجيب كاسرونه ونجيب صفايه غادي نصفي معاكم. بحال هكا. عندي هنايا هداك السانوج اللي طحنت معكم او الحبه السوداء اللي غادي نضيف منها 2 معالق. وغادي نضيف معاكم معلقه ديال النشا او المايزينا. غادي نخلطوهم مزيان.
غادي نديرهم على نار مهيله حتى يعقدوا ويرجعوا معنا كريمه او صباغه. نرجع معاكم حتى هي كتعقد على نار مهيله، حنا كنخلطوها. ها هي من بعد ما طابت وعقدت ورجعت معنا بحال هكا الصباغه. ما تكونش البنات خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله بزاف، تكون بحال هذا الخليط بحال هكا. شو اللويه اللي عطات معانا كتدرق لنا حتى الشيب وكتقوي لنا حتى الشعر وكترطب لنا الزغبه. وغادي نضيف اخر مكون اللي هو معلقه ديال زيت الزيتون اللي كيرطب لنا الشعر وكيغذي لنا الزغبه وفيه البروتين. خلطوها مزيان. شوفوا كيفاش رجعت معانا. شوفوا اللون الاسود. نضيفوها 4 سوايع حتى 6 سوايع على شعر نقي. وكنتمنى البنات الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بواحد اللايك وابوني وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم معايا وصفات ام ريان.